اول حاجه عايزكم تصلوا على النبي، ولو انت اول مره تشوفني عايزك تتفرج على الفيديو للاخر وتعمل لي لايك لو الفيديو عجبك عشان ده بيحمسني انزل فيديوهات اكتر. ولو حابب تشوفنا على طول ما تنساش تضغط اشتراك وتفعل الجرس علشان لما انزل فيديو يوصلك اشعار ان نزلت فيديو على اليوتيوب. بس كده من غير كلام كتير، مشاهده ممتعه. بيبتدي فيلمنا بجيرو اللي بيبقى حل عليه هو وبنته الجفاف، وبيكون مؤمن بالاله بتاعه اللي هو اسمه رب، وبيدعيهم على طول علشان ياكل بنته. بس بنته بتموت بسبب قلة الأكل وبيدفنها، وهو نايم جنب قبرها بيسمع صوت جاي من مكان بعيد، ولما بيروح له بيلاقي الإله اللي مؤمن بيه موجود هناك، وبيسخر من حال جور وبيقول له إنه بيحتفل بقتله القاتل للآلهة، وبيقول له إن السيف ده كان مهددهم دايما. ولما بيسأل جور عن هديته بعد تضحية شعبه وبنته في سبيله، وخصوصا بعد ما حل عليهم الجفاف والامبراطوريه بتاعته راحت، بيسخر ربه منه وبيشتمه، فبيقوم جور قايل له انه ما عادش مؤمن بيه، فبيدعي عليه الاله رب وبيخنقه. فبتيجي الروح الشريره تستحوذ على جور، وبيطير السيف ناحيه ايد جور وبيقتل بيه الالهه ده. ونشوف جروك اللي بيحكي قصه ثور للاطفال، واللي بيقول لهم على قصه نموه وانه كان بيحارب من هو صغير وعلاقته الكتيره مع النساء، بس اللي جت وخطفت قلبه هي واحده اسمها جين من الارض، واللي كانت حب حياته، بس خسرها وخسر اخوه لوكي 3 مرات وعيلته واصحابه، وكان اضطر يشوف كوكبه وهو بيتدمر، وده اللي خلى ثور اكتئب وزاد وزنه. بس بعد اتحاده مع فريق حارس المجرات غامر واستعاد ثور جسمه الرياضي تاني، وبيحتاجوا شعب ياكان اللي بيروح يساعده ويحمي لهم المعبد بتاعهم. فبيطمن الملك ياكان وبيقول له انه هيرجع له المعبد تاني، وبينزل يحارب ضد البكسان. هي الناس دي اسمها البكسان، راسهم عامل فرخه كده وحاجه غريبه. فبيقابل معاهم الجلاشة، بس بعد ما بيهزمهم المعبد بتاع الملك ياكان بيقع، وفي الناحية التانية من الأرض بتبقى جين في المستشفى وبتعمل شوية تحاليل، واللي بنعرف إن جين تعبانة والأدوية الكيماوية احتمال ما تعملش معاها حاجة. فبتشوف جين كتاب الفايكنج واللي بتقرا، واللي بيبقى مكتوب فيها إن ماسك المطرقة أو مالكها بتديله الطاقة والقوة والصحة كويسة، وبتروح لأسجارد الجديدة اللي في الأرض واللي بيبقى فيها سكان أسجارد ومنطقة ثور اللي اتدغدغت. ولما بتروح جين هناك بتبدأ السحب تتغير والمطرقة بتتوهج تاني وبتبدأ تلتحم. طبعا أهل الملك كايان مش بينسوا اللي عملوا معاهم ثور، وبيدوا له معزتين هدية. بعد كده بتيجي رسالة استغاثة على مركبة حراس المجرة واللي بيبقى فيها موت بعض الآلهة ونزال شويتين، وبيشوف فيديو لواحدة بتطلب المساعدة من ثور. فكويل بيقول لثور إنه قبل ما يمشي يعني هيتقسموا فرقتين، وده بسبب إن في ناس كتيرة في ورطة. فبيوافق ثور، وبيبقى ثور وجروك مع بعض والجراندس التانيين مع بعض. فبيروح ثور عندها وبيلاقيها لسه عايشه، فبتقول له انها كانت بتلحق واحد مجنون اسمه جور واللي معروف بقتل الالهه، بس وداها للفخ بتاعه وانه حلف ليموت كل الالهه. وبتقول له انه اتجه دلوقتي الاسجس اللي هي موجوده في الارض. فبيظهر جور وبيخلق وحوش تهاجم، بس بتظهر فلاريك وثور وبيدافعوا عن القريه، وهما بيتخانقوا. بيتفاجئ ثور في منطقته القديمه، بس المره دي مش بتروح، وبتروح لايدين جين اللي بتكون موجوده وبتستعمل المطرقه بطريقه احترافيه، وبتكون لابسه زي ثور. وفي الاخر بيجمع ثور ان دي جين لانه ما عرفهاش في الاول. وجيروك بقى بيحكي حكايه جين وثور وازاي جين علمت ثور حياه البشر، وطبعا ثور وجين اتجوزوا في الاخر. بيتكلم ثور مع المطرقه وبيقول لها انه عايزها تحمي جين دايما، وده اللي المطرقه بتحفظه بالغلط. وفي الاخر جين وثور بينفصلوا ومش بيكملوا مع بعض، وبيبقى في اسئله كتير في دماغه، بس بيشوف جور واللي بيختفي وبيضرب ثور، بس لما بيلاقي انه هيحارب 3 مره واحده. بس قبل ما يهرب الوحوش بتاعته بتاخد الأطفال من القرية، وثور لما بيروح يدور عليهم مش بيلاقيهم. فبيقعد هو وجين يتكلموا مع بعض وبيقول لها قد ايه هو مفتقدها. بتيجي طبعا الأهالي تستنجد ببطلهم فلير اللي بتبقى الملكة بتاعتهم، وطبعا وسط كل ده بيبقى ثور واقف ووحش المطرقة بتاعته القديمة، وبيحاول يرفع ايده علشان ترجع له كده، بس بتيجي مطرقته الجديدة اللي هي شبه السيف دي. فبيخش ثور وبيطمن الأهالي وإن الأطفال كلهم هيرجعوا لهم وإنه محدش يخاف. ومع جين بيفضل يتكلم على جور والسيف اللي بيقتل بيه الآلهة، وبيشرح لجين إن السيف ده يقدر يقتل بيه المحاربين القدام والآلهة كمان. ووسط كلامهم بيظهر طفل من الأطفال اللي اتخطف واللي اسمه أكسل، وبيكون شايفهم عن طريق السحر، وبيقدر يخلي ثور يدخل يشوفهم بروحه، وبيشوف المكان وبيدقق فيه لحد ما بيعرف إنهم موجودين في مكان اسمه عالم الظلام. واللي فريك بتقول لهم إن جور في مملكة الظلام وإنه أكيد هيكون قوي في حتته. فثور بيقول لهم إنهم مش هيروحوا له، وده كمان علشان ما يقعوش في فخه، وإنهم محتاجين كل دعم الآلهة التانيين. وبيقول لهم ثور على مكان اسمه المدينة العظيمة اللي بيبقى مجتمع فيه أقوى الآلهة هناك، وبينهم إله الرعد زيوس. فبيروحوا لسفينة وبيدوها من قوة المطرقة عشان توديهم. وبيتكلم مع جين وبيقول لها ازاي عرفت تجتمع مع مطرقه تاني. بتقول له والله انا حسيت ان المطرقه بتكلمني فرحت لها ولقيتها بتتشكل تاني. فبيمسك ثور المطرقه وبتلاقيها بتتشال عادي، وبعد كده بياخدوا بعضهم وبيروحوا للمدينه العظيمه. وبعدين بتساله جين انه لو كان اتجوز او مصاحب دلوقتي، بس بيقول لها انه ما عادش فاضل الحاجات ديت وانه دلوقتي بيفضل القتال وكده. فبتيجي فليرك وبتقول له انه لو لسه معجب بجين. فبيستعبط ثور وبيقول لها انه ما عادش بيحس باتجاه مشاعره كده. وبنشوف اكسل وهو عمال يدي للاطفال اللي معاه قصص ثور، وبيقول لهم ان ثور هيجي لهم وينقذهم، وبيحكي لهم على انه ازاي جاب مطرقته الجديده وازاي صنعها. بس بيقاطعهم جور وبيخوفهم وبيقول لهم فين الاله
اللي انتوا بتؤمنوا بيها مش المفروض تحميكوا دلوقتي؟ فبيردوا عليه وبيقولوا له ان ثور هيجي وينقذه، فبيقول لهم باستهتار لما نشوف اخرتها. وفي المملكه العظيمه ثور واللي معاه بيخشوا وبيكونوا لابسين زي اهل المكان، وبنشوف آلهة كتيره وكلهم بيتفقوا باسم واحد واقواهم هو زيوس. وبيكون ثور معجب بيه جدا لانهم الاتنين شبه بعض، هو اله البرق والتاني الرعد، وثور بيبقى مخلي زيوس مثله الاعلى. فبتقول له جين انه يروح يقول له كده علشان يرضى يساعدنا. فزيوس بيسمعهم وبيفضل يستهزأ بثور قدام المملكه. فبيقوم ثور قايل له انه محتاج مساعدته في محاربه الجور، وانه عارف مكانه وخاطف اطفال ولو اتحدوا مع بعض هيعرفوا يقضوا عليه للابد. فبيقوم زيوس قايل له انه مفيش خطر من اللي اسمه جور ده، والآلهة التانيين اللي ماتوا اللي هما الاتنين اللي ماتوا بيكونوا ضعاف. فبتحصل مشادة ما بين زيوس وثور، وبيفضل زيوس يقول له انه يخرس لحد ما بيهاجمه وبيقطع له هدومه. ساعتها بيشوف وشم لوكي وبيعرف ان ده ثور اله الرعد، فبيقوم قايل له ان كل الآلهة بيهتم بقومه واهل اسجارد يحلوا مشكلتهم بنفسهم. فبيقوم ثور قايل له انه قد ايه هو كان معتبر مثله الاعلى اله خواف. فبيقوم زيوس قايل له انه فعلا خايف لانه جور معاه سيف يقدر يخلص عليهم واحد واحد، وبيقول له كمان انه متفهم هو عايز يعمل ايه، ودي حاجه كويسه، بس ما ينفعش يقول كده قدام الناس وينشر الزعر ما بينهم. وبعدين جور عمره ما هيعرف يوصل للمكان اللي اسمه الخلود، وبيبقى المكان ده بيحقق رغبه اول شخص بيروح له. واللي ثور بيقول لهم ان رغبه جور هي قتلهم كلهم يعني الالهه. فبيطلب الرمح من زيوس بس مش بيرضى، فبيقول لهم انه هيروح يحرر الاطفال ويحاربوا البحر. بس زيوس بيقول له انه مش هيخرج من هنا عشان لو خرج وجور مسكه هيقول له على مكان المملكه بتاعته. فبتحصل خناقه كبيره مع ثور وجروك وفليرك وجين، ولما بيلاقي زيوس انه جنوده بتتهزم بيقوم مستدعي الرمح بتاعه وقتل بيه جروك، وده اللي بيعصب ثور واللي بيرمي عليه الرمح، وثور بيمسكه وبيقوم راميه على زيوس بيموته. وبيخشوا السفينه بتاعتهم وفليرك بتسرق الرمح وبيمشي. بيفضل ثور يتكلم مع جين ويعاكسها، ومن كلامه بنعرف انه عايز يرجع لها تاني. بس جين بتقول ان عندها الكانسر من 6 شهور لحد ما لقت المطرقه اللي ادتها القوه والطاقه تاني، وبس ما بتكونش عارفه لو هي تستحقها وهل بتتحسن ولا لا. فبيقول لها ثور قدام المطرقه اختارتك تبقى تستحقيها، وبيقول لها على ساعه ما شجعته في اول مره تقابله، وبيقول لها انه مهما اللي هيحصل هيعملوه سوا. وبعد كده بيديها بوسه لحد ما بتقاطعهم فليرك وبتقول له انهم وصلوا لعالم الظلام، وفجاه بيتحول العالم اللي هم فيه الابيض واسود. ولما بيروح بيلاقوا خيمه فبيخشوها وهناك بيقابلوا جور، وعلى طول بيهاجموه. بس بيعرف جور انه يوقعهم وبيخنق في ثور، وبيقول له انه غبي لو كان مفكر انه عارف يكسبه بطريقته دي. بيقول لهم انهم راحوا وطلبوا المساعده من الالهه بس خذلوهم ومحدش ساعدهم زي ما حصل معاه، وده الحاجه اللي شبهه فيه. وبيروح لفليرك وبيقول لها ان الالهه خذلتها لما سابوا اختها تموت وما عملوش حاجه. وبعد كده بيروح لجين وبيقول لها ان السيف دوت ده القوه بعد ما كان منهار، وان المطرقه اديتها القوه وهي تعبانه، وانهم الاتنين شبه بعض. وبيقول لهم انه ممتن جدا انه بنته ماتت وما كبرتش في عالم فاسد زي ده والهه شريره. ويفضل يخرق في جين قدام ثور لحد ما ثور بيقوم مستدعي المطرقه بتاعته. فبيحاربوا الوحوش اللي بيستدعيهم جور، وبيفضلوا يحاربوا جور واحد ورا التاني لحد ما جور بيمسك فليرك وبيقضي عليها. فبيجي جين وبتساعدها، وبييجوا المعزتين وبيكونوا ماشيين لحد ما بيظهر جور وبياخد المطرقه من ثور ويرجعوا للارض. بس جين بتكون تعبانه وثور بياخدها وبيوديها للمستشفى، بيطمنها على فليرك، بيقول لها مش هينفع ياخدها معاه علشان هي قدامها فرصه انها تعيش، ولو استخدمت المطرقه ديت احتمال كبير انها تموت لان المطرقه بتستنزف قوتها. وبيقول لها اخيرا انه لسه بيحبها وانه عايزها تخف علشان يعيشوا مع بعض تاني. فليرك بتقول لثور انها فقدت كليه من اللي عندها، بتقول لها انها مش هتروح معاه وانها لو راحت هتموت، وبتقول له انه عليه بس انه يدمر السيف بتاعه علشان ده مصدر قوته، وبتديله الرمح علشان يموتوا بيه ويروح له هناك. وبيعرف يوصل للاطفال وبيقول لهم انهم يجيبوا اي حاجه مرميه على الارض علشان يحاربوا معاه. وجور بيفتح بوابه الخلود بمطرقه ثور، وبعد كده بيستخدم الرمح والبرق بتاعه وبيمد الأسلحة دي بالقوة، والأطفال بيحاربوا الوحوش وثور بتبدأ معركته مع جور. وفي كل ضربة كان بياخدها ثور كانت جين بتحس بيه، وجور بيعرف يوقع ثور وبيكون قوي جدا. في اللحظة الأخيرة بيعرف يوقف جور قبل ما يقتله، ونلاقي المطرقة دخلت في طيارته، وبنشوف إن جين وصلت وثور بيتجد من جين وبيكون متضايق، لكن بيفضلوا هما الاتنين يحفلوا على جور، وجين بتعرف تكسر السيف بتاع جور بس بوابة الخلود بتتفتح برضه. وفجأة بيلاقوا نفسهم في مكان غريب، وبنشوف كيان بيكون هو اللي بيحقق الرغبه بتاعه الشخص، وثور بيفضل يلعب في مشاعر جور وبيقول له انه بس محتاج شويه حب واللي كل شخص في الحياه محتاجه. ولما بيروح لجين وبيسيب جور بيقول له ازاي انت تمشي وتسيبني كده؟ فبيقول له اكيد مش هسيب اخر لحظاتي واقعد مع شخص زيك. وبيكون جور هيموت بسبب السيف اللي اتكسر، وما بيكونش عايز يجيب بنته علشان لو تمناها هتيجي وهو هيموت، ساعتها هي هتعيش لوحديها. بس جين بتطلب من ثور انه يخلي باله منها، وجور بيفتكر لحظاته مع بنته وبيتمنى بنته وبيحضنها وبيموت. وجين بتودع ثور وجور بيطلب من ثور انه يخلي باله من بنته وبيوافق ثور، وجين بتموت في ايدين ثور. وبنشوف بعد كده ان اسجر عملوا تمثال لجين وهي ماسكه المطرقه، والاطفال بيوصلوا لاهاليهم تاني وبيكونوا فرحانين. وبنشوف الحب اللي ما بين ثور والطفله وانهم صحاب، وان ثور شاف حد يستحق انه يعيش عشانه، بيديها المطرقه الكبيره بتاعته وبياخد المطرقه القديمه بتاعه جين.
ده كان الفيديو بتاع النهارده، وما تنسوش اللايك والكومنت الجميل، ولو عايز فيلم معين اكتب لي كومنت باسم الفيلم وانا في اقرب وقت هنزل له الملخص بتاعه. وما تنساش تتابعنا على الانستجرام، هتلاقيني اكتر هناك وبرد على الكل. وما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك اي حاجه جديده انزلها على القناه. وبس كده، شكرا لكم.